من همزات الشياطين. الهمزات يعني الدفع بقوة. شايفين أحيانا والعياذ بالله إذا واحد في لحظة خذلان إلهي يقدم على معصية يركض إلى تلك المعصية، ركض، هذا الدفع الشديد يقال له همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون. ما هو معنى هذا الحضور؟ هنالك حضورات كما يبدو، لا حضور واحد. لعل المراد بهذه الآية حضورات متعددة، كل يوم الشيطان يحضر. كل يوم أنتم عندما تريدون أن تستيقظوا لصلاة الصبح الشيطان يحضر. الله تعالى يقول لك قم، والشيطان يقول لك نم. أيهما هو الذي أنت تنتصر أو إرادة الشيطان تنتصر؟ عندما تمشي في السوق امرأة أجنبية تحرم عليك تمر، الشيطان يقول انظر، والملائكة يقولون لا تنظر. شبه هذا الكلام ذكر في الآية الكريمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. بعض العلماء ذكروا هذا مو تنزل واحد، وإنما هذا تنزل دائم، ولكنه الآن على نحو إلهام في قلبك. الملك يقول قم لأداء الفريضة، لا تنظر إلى هذه المرأة الأجنبية. ولكن هنالك تنزل أخير. هذه الحضورات المتعاقبة هي التي تعين ذلك الحضور الأخير. هذا الفرد اللي عمر قال للشيطان نعم، في اللحظة الأخيرة هذا طيع بيد الشيطان. في قضية الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، ذلك الرجل قال للشيطان اللي كان شايف الشيطان في عالم الرؤيا، قال كيف تجرني؟ بأي حبل من هذه الحبال تجرني؟ بالحبال الغليظة، بالحبال الدقيقة؟ قال أنت حبل ما تحتاج، أنا من بعيد أشر لك وتركض إليه. هذا اللي عمر للشيطان قال نعم في اللحظة الأخيرة وفي المعركة الأخيرة. مشكل أن يقول للشيطان لا. هذا اللي عمر قال للشيطان لا في هذه المعركة الأخيرة. في الحروب يقولون أخطر معركة وأهم معركة المعركة الأخيرة، لأنها المعركة الفاصلة. هذا اللي عمر قال للشيطان لا في تلك اللحظات الأخيرة، أيضا بعون الله بإمداد الله أيضا يقول للشيطان لا. هذه النتيجة النهائية تتويج لجميع تلك النتائج المتعاقبة. ولذلك الواحد حقيقة، لأن هذه قضية مهمة، يجب أن يصمم أن يقول للشيطان لا فقط في مجال الواجبات والمحرمات، حتى في مجال المستحبات.
انتوا خليتوا المنبه قبل الأذان، أذان الفجر ب10 دقائق حتى تصلوا صلاة الليل. المنبه يدق تقومون، الشيطان يقول لا تقوم، قاوموا، هذه معركة، هذه معركة لكم مع الشيطان. وكل موقف في هذه المعارك المتتالية يأثر في المعركة النهائية. المعركة الأخيرة عند الشيطان جدا مهمة، لأن الشيطان أهم نقطة عنده أن يجعل الفرد جهنميا. يقول أنا احترقت، أحرق الآخرين معي. هاي أهم نقطة عند الشيطان. والفرد إنما يكون من أهل الجنة أو من أهل النار، هذا اللي يقرر اللحظات الأخيرة. وهذه اللاءات، لا ونعم المتعاقبة، تعين لا ونعم الأخيرة.